يا مساء الفل يا جماعه. النهارده الفيديو مختلف شويه. انا جمعت لكم الفيديوهات الصغيره اللي هي موجوده في الشورتس، ودلوقتي حطيتها في فيديو طويل يلم كل الخلاصه اللي احنا اتكلمنا فيها، وكمان المعلومه تثبت من القصص اللي احنا قلناها دي. ويلا بينا، انا مش هطول عليك اكتر من كده في عارف المقدمه. ان صورة واحدة بموبايلك ممكن تحبس اللي خبطك وتخليه كمان يجيلك لحد باب البيت، يجيلك راكع ومعتذر. تعال احكي لك استاذ عصام حصل معاه ايه لما واحد خبطه بالعربية وبعد كده سابه وطلع يجري. استاذ عصام راجل هادي كده، كان راكب عربيته وراجع من الشغل وفجأة خبطة جامدة من ورا، واستاذ عصام نزل عادي عشان يشوف العربية. اول ما الراجل التاني شافه نزل يشوف العربية راح طلع يجري. استاذ عصام وقف في نص الشارع والناس كلها ملمومة عليه وهو مخضوض ومش عارف يعمل ايه، والناس كلها ملمومة عليه وبتقول له خلاص فداك يا استاذ، يعوض عليك ربنا. وسط ما الناس كلها بتقول له كده، عصام ما سابش حقه، هو راجل هادي، ولا طلع يجري وراه ولا هيتخانق معاه ولا عمل اي حاجه خالص. راح مطلع موبايله وراح مديله صوره، وراح طالع على الاسم عامل له حاجه قانونيه 100%، وراح عامل له جنحه هروب من حادث، وعلم الشخص ده درس عمره ما ينساه. الهروب اللي هو عمله ده دي خيانه امانه للطريق، يعني دي بيبقى عقوبتها الحبس والغرامة. والراجل بقى راح عمل ايه؟ راح جاله لحد باب البيت علشان خاطر يعتذر ويتنازل له عن المحضر ده. لا وكمان ايه، العربية بتاعته اتصلحت تالت ومتلت وهو ساكت برنس. الحكاية دي بتقولك ايه؟ لو انت اتخبطت ما تنزلش تتخانق، ولو انت خبطت برضو ما تجريش عشان هتتجاب. حد فيكم حصل معاه الموضوع ده؟ ولو حصل معاك وحد هرب منك او انت هربت من حد، اكتب لنا في الكومنتات لو حاجة حصلت زي كده يعني. القصه الاولى، هل هي صغيره كده فعلا استفدت منها، ولا اخليها طويله بتفاصيل اكتر؟ ليك مع القصه اللي بعديها. مساء الخير، يا رب تكونوا بخير. معلومة في جيبك. يعني ايه معلومة في جيبك؟ انت دلوقتي مثلا في الحياة اليومية اللي احنا بنتعامل فيها، لو انت مثلا في المواصلات او مثلا في سوبر ماركت بتشتري حاجة وحصل معاك اي اجراء، هل الاجراء ده امتى اقول عليه ان هو عادي، وامتى ان انا اقول عليه ان هو لازم اقف ولازم اخد خطوة علشان ما يتكررش تاني مع غيري؟ حكايتنا النهاردة عن شخص حبيبنا راح يشتري زبادي من محل علشان خاطر ياكله لبنته الصغيره. فبنته الصغيرة وهي بتفتح علبة الزبادي بيشوفوا التاريخ الصلاحية عليها، لقوه منتهي من أسبوعين أو 3 لورا. هل ده غلط مين؟ غلط الشخص اللي اشترى وأخد الحاجة بحسن نية وهو أخدها وماشي ودفع ثمنها وهو ماشي، ولا العيب عند الشخص بتاع المحل، ولا العيب عند مين؟ أنت لو متعرض لحاجة زي كده هتتصرف فيها ازاي؟ دلوقتي احنا عندنا 4 خطوات. معلومة، أول حاجة بلاش تتصرف بسلبية. انزل اتخانق معايا تحت يبقى أنا كده ضيعت حقي. اول خطوه لازم تحتفظ بالدليل اللي هو ايه، الكرتونه فيها الكيو ار اللي بيبقى موجود او الباركود اللي بيبقى موجود عليها. تاني حاجه الفاتوره دي اهم حاجه، ان هي اللي بتثبت ان انت اللي اشتريت المنتج ده، التاريخ اللي فيها واسم المحل وكل البيانات اللي بتبقى موجوده في الفاتوره. تاني حاجه، انت دلوقتي هتروح تنزل للراجل تشوف مدير المكان ده او الراجل صاحب المكان ده، المنتج اللي انا اخدته من حضرتك ده فيه الصلاحيه بتاعته فيها كذا 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 كذا. لو الراجل ده مرضيش يتعامل معاك، برضو ما تزعقش، برضو ما تعملش اي حاجه، اسحب نفسك وارجع تاني بيتك معزز مكرم، بدل ما انت تتخانق معاه طب ازاي، طب انت بتضحك عليا، وبلاش ناخد الموضوع على كرامتنا، انت كده هتضيع كل حاجه. في حالة بقى ان هو رفض، يبقى هنرجع بيتنا زي ما احنا قلنا، ولازم نصعد الموضوع وندخل للمرحلة الثالثة. اللي هي ايه المرحلة الثالثة؟ انت دلوقتي هتبدأ تشوف الموضوع بشكله القانوني المحترم دون اي خناقات او اي حاجة. هتكلم جهاز حماية المستهلك، هو رقمهم 19588. ده اول ما بتكلمهم بتقول لهم على كل البيانات الموجودة اللي معاك، اللي هي زي الريسيت، العلبة نفسها انت ما رميتهاش، ما ترميش العلبة في الزبالة. وبعدين بتقدم بلاغ لحماية المستهلك وهم بيقوموا باللازم. بيجي لك حد يعمل محضر عشان يثبت حالة في المحل نفسه ان هو باع فعلا المنتج ده. والخطوة الرابعة والاخيرة ان هو بيعوضك عن ثمن المنتج اللي صلاحيته منتهية. وتاني حاجة في تعويض تاني بيبقى موجود بسبب ان هو باع حاجة ليك ممكن كان تضرك. بس هي الموضوع كله مش فكرة فلوس، فكرة ان انت بتخلي الشخص اللي قدامك يحافظ على شغله زي ما انت بتحافظ على صحتك. يعني احنا لو ما عملناش كده وكله ماشي بسلبية، يبقى دلوقتي مين بيجي يدور على حقه؟ يعني تدور على حقك ليه؟ ما بقى حق مكتسب للناس اللي حواليك، ان هو عمل غلط ده عادي وانت بتكسب، انا من حق اخد الحاجة طازة. ها يا بطل، قول لنا لو حاجه من دي حصلت معاك، او حد انت تعرفه حصلت معاه حاجه زي كده. لقى شقة خيالية وصاحب البيت قال له يا عم جابر انا هكتب لك عقد مشاهرة وخليك قاعد يا عم براحتك، ده احنا 10 عمر. عم جابر بقى طاير من الفرحة،
عمل العقد وعمل خلو رجل والدنيا زي الفل، وبعد ما مضى العقد راح بقى شطب الشقة تشطيب خرافي، وبعد سنة واحدة لقى صاحب البيت جاي له بيخبط عليه: قدامك شهر وتخلي الشقة، انا عايزها لابني. الحاج جابر راح قال له احنا عاملين عقد مشاهرة. صاحب البيت راح ضحك كده وقال له: ما هي مشاهرة يا باشا. لو ما هي في القانون الجديد ايه، هي شهر بس. المشكلة هنا ان عم جابر وقع في الفخ، كان فاكر ان كلمة مشاهرة دي معناها ايجار قديم ومؤبد زي زمان، يعني كانش يعرف ان اي عقد اتكتب بعد 1996 ان كلمة مشاهرة فيه هي معناها ان مدة عقد الايجار. يعني انت لو بتدفع الايجار بتاعك شهري، يعني انت خلصت العقد ده في اول شهر. لو انت بتدفعه سنوي، خلص مع اول دفعة او اول فلوس انت اديتها للمالك. عصر الايجار المؤبد ده انتهى خلاص. علشان ما تترماش في الشارع زي ابن عم جابر، اول حاجة لازم تكتب مدة واضحة وصريحة في العقد، ان انت مثلا هتقعد 5 سنين، هتقعد 3 سنين، هتقعد سنة حتى، فلازم تبقى كاتبها. تاني حاجة، ابعد تماما عن كلمة مشاهرة او كلمة لحين نفاذ الغرض، دي فخ قانوني ممكن تقع فيه مع اول شهر. لو عقدك مكتوب فيه مشاهرة، الحق نفسك وروح لمحامي خليه يظبط لك الدنيا. بس يا سيدي، دي كانت الحكاية من اولها لاخرها. ولكن لو عجبكم النوع ده من الفيديوهات، ان احنا نجمع الشورتس ونقولها تاني، ولا نقول كل قضية بتفاصيل اكتر؟ يعني مثلا الشورتس بتبقى انت ملزم بوقت معين صغير، لكن في الفيديوهات الطويلة انت بتضيف زي ما انت عايز. لو انتوا عايزين قصة تكون كبيرة وليها فايدة اكبر، قولوا لي في الكومنتات. كمان ما تنساش لايك وسبسكرايب عشان دي بتدعمنا، وكمان نطور في المحتوى اكتر ونوصل المعلومة اللي بتحبها الناس، مش نوصل اي معلومة وخلاص. يلا سلام.